السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بيكم أحلى متابعين. النهاردة هنعمل مع بعض السويسرول الكلاسيكي بحشوة المربى زي ما انتم شايفين كده. حاجة جميلة جدا جدا، سهل وبسيط، وكمان طعمه حكاية. مش هتشموا ريحة زفارة أبدا 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 فيه. أنا واحدة من الناس ما بحبش السويسرول عشان ريحته الزفرة، لكن الطريقة دي ما فيهاش زفارة خالص. ريحته جميلة جدا جدا جدا، وشايفين طبعا شكله مشاهي جدا وهش وقطني زي النايتي بالظبط. يلا ندخل على المقادير. أنا معايا 3 بيضات، هفصل الصفارة عن البياض. طريقة سهلة وبسيطة جدًا. طبعًا بتكسري البيض تفصلي البياض عن الصفار، بتحطي البياض في بولة والصفار في بولة تانية بالشكل ده. أهم حاجة البولتين يكونوا نضاف جدًا وما فيهمش نقطة مَيّة. زي ما أنتم شايفين كده أنا فصلت ال3 بيضات البياض عن الصفار. هاركن البياض كده وهاشتغل في الصفار الأول. هاضيف كده 3 نقطات من الفانيليا ورشة من الملح، وبعد كده هاضيف ربع كوباية من السكر الحبيبات. السكر ده 50 جرام، وهاقلب كده السكر مع صفار البيض لغاية لما لونه يفتح بالشكل ده، ولغاية كمان حبيبات السكر ما تدوب. بعد كده هانزل بربع كوباية من الزيت يعني 50 جرام. المقادير سهلة جدًا هتحفظوها في الفيديو وهتقوموا تطبقوها. ربع كوباية من اللبن أو الحليب 50 جرام، وهاقلّب طبعًا الزيت واللبن لغاية لمّا يندمجوا مع صفار البيض والسكر. زي ما أنتم شايفين كده باقلّب كويس جدًا بالمضرب اليدوي. بعد كده هاضيف كوباية من الدقيق وزنها 140 جرام. طبعًا ده دقيق مخصص للكيك، مش أي نوع دقيق، لأ ده نوع دقيق مخصص للكيك، بيبقى مكتوب عليه دقيق كيك. هاحط عليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهاقلّب الخليط ده كله مع بعضه بالشكل ده، لغاية لمّا الدقيق يتغلف بالمواد السايلة. وكده أنا جهّزت أول خطوة من الكيك. بعد كده هاجيب بياض البيض وهاضيف عليه عصرة ليمونة كاملة. عصرة الليمونة الكاملة هتدّيني معلقة كبيرة من الليمون. طبعًا عصرة الليمون دي بتضيّع أي زفارة، بتضيّع أي زفارة في البيض، خطيرة، بجد خطيرة. بعد كده بانزل بربع كوباية من السكر على دفعات، باحط رشة، رشة كده مع التقليب المستمر بالمضرب طبعًا. وطبعًا هنا أنا مستخدمة المضرب الكهربائي علشان طبعًا يعمل لي مارينج كده عالي للبيض، لبياض البيض. كده خلّصت ال50 جرام من السكر، وطبعًا هافضل أضرب في بياض البيض لغاية لمّا يبقى قوامه كريمي وتقيل كده. مش أول ما يبقى معاكِ القوام زي ما أنتم شايفينه كده يبقى خلاص المارينج كده القوام بتاعه هو المطلوب. لأ القوام لازم يبقى تقيل ويدّيني شكل المنقار لمّا آجي أرفع كده المضرب من البولة. بعد كده هاجيب بولة تانية وأحط فيها شوية من خليط الكيك وخليط المارينج، وأدمجهم مع بعض كده وأنزل بيهم على خليط الكيك. ليه باعمل الخطوة دي؟ علشان لمّا آجي أنزل بالمارينجا على خليط الكيك ما يفصلش معايا وأفضل أقلّب فيه كتير، فيروح يهبط معايا طبعًا الكيك والهوا اللي إحنا عملناه في المارينج يخرج كده برّه الكيك. فالخطوة دي مهمة جدًا، وبتقلّبي من تحت لفوق علشان تاخدي تدمجي ما بين المارينج وما بين خليط الكيك. طبعًا والتقليب بيبقى من تحت لفوق ما بيبقاش في المنتصف زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. كده جهّزنا خليط الكيك. بعد كده باجيب الصينية مقاس 30 في 40 وباحط لها كده ورقة من ورق الخبز أو ورقة زبدة، وبانزل كده بخليط السويسرول بتاعي، وباوزعه كده على الصينية، وبابقي من الخليط حركة كده معلقة أو معلقة ونص من خليط الكيك. باركن الصينية كده على جنب، وباجيب كده الخليط بتاع الكيك وباضيف له نص معلقة من الكاكاو الخام، واقلبهم مع بعض وباحطهم في كيس حلواني بالشكل ده.
بعد كده باعمل نقط على سطح السويس رول كده من فوق قبل ما تدخل الفرن. طبعًا بتدخل الفرن على درجة حرارة 200، بتقعد في الفرن حوالي من 15 ل20 دقيقة. طبعًا أول ما بتاخد لون من الجناب كده وتشوفيها أخدت لون من الجناب، بتروحي فاتحة عليها الشواية عشان تاخد لون من فوق، وهنا كده بادخّلها الفرن. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. باسلِّك كده الجوانب وباطلّعها كده، باطلّع شيت السويس رول، بعد كده باقلبه تاني علشان أطلّع ورقة الخبز بالشكل ده. باقلبها تاني علشان أحط كده فوطة، علشان لمّا آجي ألفّها في الفوطة. عايزة أقول لكم الكيك طري جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا سِبتها ساعتين لغاية لمّا الكيك بِرِد تمامًا. بعد ما الكيك بِرِد هنفتح كده. طبعًا مهم جدًا إن أنتِ تلفّيها وهي سخنة علشان تاخد وضع اللفة وما تتكسّرش معاكِ لمّا تبرد. أنا عندي مربى فراولة، مربى كريمي، أي نوع فراولة، أي نوع مربى ممكن تحطيه. أنا اللي كان متوفر عندي اللي هو مربى فراولة، فحطيت مربى فراولة. وفي البيت طبعًا هُم عايزين سويس رول بالمربى، أي نوع مربى مش فارقة معاهم، بس أهم حاجة يكون بالمربى، مش عايزين جاتوه السويس رول اللي هو بالكريمة. طبعًا السويس رول ده سهل جدًا، لو حد جاي لِك ضيف جه لِك فجأة أو عايزة تقدّمي مثلًا حاجة حلوة للضيف اللي جاي لِك، فما فيش أسهل من إن أنتِ تقومي تعملي شيت السويس رول ده بالمربى. طعمه جميل جدًا وحلو أوي ويشرّفِك أوي قدّام ضيوفِك. عايزة تاكلي حاجة حلوة أنتِ والولاد، يبقى ما فيش أسهل من إن أنتِ تقومي تعملي شيت سويس رول بالشكل ده. مش هيكلّفِك كتير ومكوناته طبعًا موجودة عندِك في المطبخ، البيض والدقيق والزيت واللبن، يعني حاجات سهلة وبسيطة جدًا. وكمان طعمه زي النايتي، عارفين النايتي اللي كنا نشتريه بتاع زمان؟ طعمه زي النايتي بالضبط. كمان السويس رول ما فيهوش ريحة زفارة نهائي. دايمًا بنقول إن القشرة بتاعة الكيك دايمًا تبقى محمّلة بزفارة البيض. لأ أبدًا، القشرة بتاعة هنا ما قشّرناش السويس رول هنا، وطعمها جميل جدًا، ما فيش أدنى ريحة زفارة. أنا هنا كده لفّيتها تاني وباشيل كده الفوطة من الكيك. الكيك يعني عايزة أقول لكم الكيك طري جدًا وهش جدًا. الكيك هش وقطني جدًا. طبعًا شايفين الجزء ده أنا هاشيله كده بالسكينة بس هو ما اتصورش. طبعًا أنا النهارده سويت هنعمل مع بعض الأطراف زي ما أنتم السويس شايفين رول بالشكل ده. الجميل الكلاسيكي، شكله جميل جدا زي ما انتم شايفين كده، وعاملين شايفين شويه شكله كده من فوق، حركات شكله عليه، جميل شايفين جدًا. شكله، شايفين شايفين قد شايفين ايه لونه هو كمان. هش طبعًا وقطني إضافة كده الليمون وجميل وهش لبياض جدا البيض كده من بره. بيفتح لون الكيك جدًا وبيضيّع أي زفارة. طبعًا هاوريكم كده اهو قطعة السويس رول. طبعًا أنا لسه مخلّصة السويس رول يعني ولا دخّلته تلاجة ولا جِمِد ولا أي حاجة. اهو شايفين، قطعه شايفين السويس لفة رول السويس رول، اهي، شايفين بياضها؟ جامده جدا 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 وطريه جدا 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 جميلة اهي. جدًا، جدًا، جدًا. شايفين السويس رول ولسه ما دخلتوش التلاجة. نحطها كده هنا. أحطها كده في طبق. ده شكل قطعة السويس رول، كده القطعة ظهرت أكتر. شكلها جميل شكلها جدا وما جميل بتاخدش ولونها وقت حلو خالص أوي خالص معانا. وطعمها هنعملها ما النهاردة يتشبعش منه. بكل يعني بساطة قطعة ورا في التانية من في الفرن طعامته الأهو. هتدمنوه. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة.